يا مساء الفل. عمرك حسيت في آخر الشهر إن مرتبك بيتبخر؟ أهلا وسهلا بيكو، أنا نهلة فؤاد وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5، البرنامج اللي بنلخص فيه أهم وأقوى الأفكار في 5 دقايق وبس. والنهاردة وصلنا مع بعض للخطوة 5 في رحلتنا للثراء من كتاب الأب الغني والأب الفقير. ادفع لنفسك أولا. تخيل معايا كده، أول ما المرتب بينزل إيجار، فواتير، أكل وشرب ودروس والتزامات، وفي الآخر تبص تلاقي نفسك صفر، ولا جنيه متبقي. في حين شخص تاني أول ما المرتب بينزل قبل أي مصاريف بيشيل جزء صغير لنفسه، حتى لو 50 أو 100 جنيه، هو بيعتبر المبلغ ده حقه الخاص، ما ينفعش يتصرف فيه إلا الاستثمار أو توفير. طب إيه الفرق بين الشخصين؟ الأول عمره ما حس بأمان مالي، لكن التاني ماشي بخطوة ثابتة ناحية الحرية. لو فاكرين كده، من كام حلقة كنا اتكلمنا عن الادخار وقلنا انه لازم يكون عادة. النهاردة بقى هنخلي الادخار أولوية قصوى قبل أي التزام، وده هو سر الخطوة 5. ادفع لنفسك أولا. الفكرة ببساطة، أول ما المرتب يجيلك خد نصيب لنفسك قبل أي حاجة. ما تستناش لآخر الشهر عشان تشوف إيه اللي فاضل، لأنك ببساطة مش هتلاقي حاجة. طب إيه الحل؟ الحل إنك تخلي الدفع لنفسك التزام أساسي، وبكده أنت بتبني انضباط مالي عندك. كمان بتجبر نفسك تدور على حلول لسداد باقي الالتزامات، هتزود دخلك أو هتقلل مصاريفك، وبتاخد خطوة حقيقية ناحية إنك تتحكم في فلوسك مش العكس. تخيل معايا واحد بياخد 2000 جنيه، أول ما بيقبض بيشيل 200 جنيه على جنب. حتى لو المبلغ صغير، مع الوقت بيتراكم. ممكن تستثمره أو تبدأ مشروع صغير، أو حتى يبقى أمان وقت الظروف. وطبعا في ناس هتقول إزاي وأنا عندي التزامات كتير. أقولك، لما تخلي الدفع لنفسك التزام أساسي هتلاقي نفسك بتبدأ حلول جديدة للباقي، وده سر نجاح الأغنياء على فكرة. ادفع لنفسك أولا، دي مش مجرد خطوة مالية، دي قاعدة أساسية بتعلمك تستثمر في نفسك ومستقبلك قبل أي حاجة تانية. كل جنيه بتدفعه لنفسك دلوقتي هو استثمار في نسختك المستقبلية، النسخة اللي عندها أمان مالي وحرية، وبتاخد قرارات حياتها من غير ضغط. ابدأ حتى لو بجنيه، المهم تبدأ. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني الحلقة الجاية مع الخطوة 6 للثراء. اعمل لتتعلم ولا تعمل من أجل المال. تفتكر يعني ايه تشتغل عشان تتعلم مش عشان المرتب؟ هتعرفوا السر الحلقة الجاية. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تعرف كل التفاصيل. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.